إبليس ماذا قال؟ قال يا رب عزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فماذا قال الله عز وجل؟ قال وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم، اسمع أيها الحبيب، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لما كان رجل من بني إسرائيل قد عبد الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما أخرى، فذات يوم نظر في المرآة وقد وجد الشيب قد ملأ رأسه، فقال يا رب عبدتك 20 عاما ثم عصيتك 20 عاما، فهل إن عدت إليك تقبلني؟ 20 سنة من المعاصي من الذنوب، فهل إن عدت إليك تقبلني؟ فذهب إلى المنام وهو في يأس، كيف 20 سنة من المعاصي من الذنوب وقد شاب رأسك في المعاصي؟ فذهب وهو في يأس إلى النوم، فجاءه منادي في المنام يناديه قال يا فلان أطعتنا فقربناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. الباب الوحيد الذي لا يغلق، قد يغلق في وجهك باب من تحب، أما الباب الوحيد الذي لا يغلق هو باب الله.